السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وسعادة. يعود عليكم الأيام وعلينا بالخير إن شاء الله، وعلى أولادنا وعلى الأمة الإسلامية كلها باليمن والبركات إن شاء الله. تعالوا نعمل كده أكلة شتوية جميلة مع بعض، وأشارككم اليوم بتاع النهاردة. نعمل أكلة كده ترم العظم زي ما بيقولوا، وتدفينا كده وتدفي الأولاد. طبعا احنا عارفين ان جو الشتاء كده بيجوع، والجو برد جدا جدا، فاحنا بنعمل بقى أكلات كده حلوة. يعني ايه وفي نفس الوقت مش هنكلف نفسنا زيادة عن اللزوم. اول حاجة ما تنسوش تدعوا لزوجي بالرحمة زي ما طلبت منكم وبطلب منكم كل فيديو. دي اهم حاجة عندي. وكمان لو حابين تشتركوا في القناة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. هنعمل مع بعض أكلة شتوية، وهنتكلم شوية مع بعضينا ازاي ان احنا نوفر، وازاي ان احنا نعمل أكلات من غير ما نكلف نفسنا، وننظم الشهر بتاعنا بإذن الله، بحيث ان احنا نعدي الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. طبعا أنا زي ما انتوا شايفين كده انا فرمت بصل في الكبة، وبعد كده جبت حلة على النار وحطيت فيها شوية من الزيت. ونخلي بالنا الزيت غالي، فيعني انا مزودة شوية عشان خاطر انا حطيت كمية بصل كبيرة، لان انا بعمل تسبيكة كبيرة. والتسبيكة دي مثلا عندي شوية طماطم كده، او لقيت الطماطم حلوة سعرها حلو، فبجيب شوية طماطم كده واعملهم، اعمل لهم تسبيكة كده حلوة. وبعد كده بشيلهم في الفريزر، بينفعوني في اي وقت اكون تعبانة فيه، او اكون عايزة اعمل مثلا اكلة محتاجة فيها تسبيكة، بطلع الكيس على طول يتفك على البوتاجاز، وبعد كده ببدأ اشتغل على طول. فما بياخدش معايا وقت الصراحة، وبتبقى حاجات بتنجز مع الواحد بسرعة. فرمت طبعا البصل وحطيته مع السمنة ومعلقة معلقة سمنة وشوية زيت على النار، وحطيت عليهم فصين توم كده، فرمتهم في الكبة معاهم قرن فلفل حامي، عشان خاطر يعني يدي طعم حلو كده للصلصة بتاعتنا. وبعد كده نزلت عليه طبعا بالطماطم بعد ما فرمتها كويس في الخلاط، وبعد كده هنزل عليها طبعا بعد ما اتسبكت خلاص. بنبدأ نحط عليها الملح والتوابل بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا وشطة، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة، ومعلقتين مكعبين من مرقة الدجاج، وكمان معاهم شوية من الملح الصيني او سكر الشرب زي ما عودتكم، بيبقى طعمه جميل جدا جدا في الصلصة. بعد ما خلاص التسبيكة اتسبكت وحطيتهم، بديها يدوب غلوة كده سريعة على البوتاجاز، وبعد كده بقفل عليها عشان تفضل ريحة التوابل وطعم التوابل موجود فيها. ما يعني ما يغيرش، يعني تبقى لسه محتفظة بطعم التوابل فيها. طبعا انا حطيت عليها، كان في حتة بصلة كده مفرومة ناعم، فحطيتها عليها عشان خاطر تديها ريحة كده وطعم حلو. عشان ما بيتحط البصل كده في الاخر برضو بيبقى لسه محتفظ بطعمه، بيبقى جميل. انا بوريكم هنا دي اكياس من اللي هي الاكياس الحرارية دي، اول مرة استعملها، اول مرة اجربها معاكم، وهنشوف النتيجة مع بعضنا. طب هحط فيها ايه؟ او الكيس الحراري ده هو بيبقى تقريبا منه 3 احجام، حجم اللي هو الميديم، وتقريبا في لارج، وبعدين اكسترا تقريبا، يعني هو 3 احجام. انا جبت اللي هو الحجم الوسط. الحجم الوسط دوت انا حطيت فيه بيبقى كل هما 5 اكياس في العلبة. وبتجيبيه من عند الادوات بتاع الادوات المنزلية، او يعني او محلات اللي هي ايه بتاع اللي بتبيع اللي هي الحاجات بتاعت الاكل، زي مثلا الاطباق الفل والحاجات دي بيبيعوها برضو. بيبقى العلبة كرتون كده فيها 5 اكياس. ومعاه كل واحدة بيبقى معمول حسابها في الشريط كده عشان تربطي بيه الكيس وتحطيه في الفرن. انا جهزت هنا بصلة كده مفرومة ناعم، ومعاها قرن فلفل شطة، ومعاها شوية من التوابل، ملح وكزبرة وشوية من الجزر المفروم زي ما انتوا شايفين، وفلفل اخضر وفلفل رومي، وكمان طماطم مفرومة ناعم، وكمان معاهم بصل، وقلت ايه وفصين توم، والتوابل بقى، ومرقة دجاج، توابل ملح وفلفل وشطة وكمون وكزبرة ناشفة، وشوية من الملح الصيني. كل التوابل دي انا فرمتها ناعم، انا حطيتها مع البصل المفروم ناعم، ومع الطماطم ومع الجزر، ومعاها فصين توم والفلفل، عشان خاطر هنعمل بيهم بطاية كده محترمة،
حاجة كده على قدنا، والحمد لله في مرزق. طبعا احنا عارفين ان الاسعار عالية وكده، فالسعر يعني تقريبا كده بقى مقارب لبعضيه. يعني سعر الفراخ بقى مقارب للسعر بتاع اللي هو البط والفراخ، يعني مقاربين لبعض. الفراخ تقريبا دلوقتي بقت 78 و80 جنيه للكيلو. البط من 95 لحد 100 جنيه. بس أنا الحقيقة أنا كنت مربية 3 بطات كده عندي في البيت، ويعني حطيتهم في الفريزر. قلت لما كل عاوز أجيب واحدة كده أعملها. طبعا البط وتربية البط والحاجات دي طبعا بقت مكلفة على أي حد، فيعني ايه قلت استفيد بيها، عشان خاطر طبعا العلف وكل حاجة غالية زي ما احنا عارفين. فقلت ايه اخليها كده، يعني يعني ما هي بتمن الفرخة. فانا قلت يعني احسن من الفراخ هنعملها ونعمل جنبها شو اي حاجة كده على السريع. ويعني ان هي اصلا البطاية حجمها صغير وسنها صغير، فهتستوي معايا على طول. حتى اكيد انتم ملاحظين على شكلها يعني عامل ازاي. بس اللي هو اللي انا اقصد يعني ايه، ان انا بوريكم الخلطة اللي انا هعملها لها، عملتها لها عشان خاطر اجرب معاكم ان احنا نعملها بطاية كده روستو في الفرن. مش هسلقها عشان مش عارفة يعني ما بقبلش قوي اللي هو الشوربة بتاعة البط، بتبقى ساعات دسمة وساعات بيبقى ليها ريحة كده مميزة. فانا مش بحب الصراحة. يعني الاكتر في البط كمان طالما صغيره بنعملها ايه ونحطها في الفرن كده بتبقى جميله قوي. وقلت اجرب الاكياس الحراريه دي برضو بالمره، يعني هشوف هتعمل معايا ايه. طبعا دي الراس في ناس بتحب تاكلها، انا عندي اولادي ما بيحبوهاش، بس مش عارفه انا حطيتها ليه. وفي الاخر بسويها بس مثلا برميها القطه كده تاكلها بثواب يعني. بس الصراحة محدش مننا بياكلها، هي متنضفة وزي الفل ما فيهاش حاجة، بس يعني ايه محدش الصراحة بياكلها. طبعا بعد ما حشيت كده ما بين الجلد واللحم بتاع البطاية، حطيت بقية الخلطة كله، البصل مع الجزر مع الفلفل مع التوابل اللي حطيتها مع الطماطم، كل ده حطيته في ما بين الجلد، وحشيت ما بين الجلد، وبعد كده حطيته في قلب البطاية من جوه، وقفلت عليها كويس. هقفلها دلوقتي طبعا بالشريط. الشريط ده زي ما انتم شايفين بيجي معاه كل كيس ليه شريط، عشان خاطر ايه ما ينفعش طبعا تربطيها بحاجة تكون يعني تولع في الفرن. هو ده معمول يعني مخصوص للأكياس. قفلت طبعا الكيس كويس على البطاية وحبستها كده جواه، ورحت حطها في الصينية. كنت مشغلة الفرن طبعا ومسخنة من قبليها. وبعد كده بتفتحي فتحات كده بسيطة بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر الكيس لو جمع هوا سخن جوه الفرن هيتنفخ ويفرقع جوه الفرن. فاحنا طبعا ايه يعني في غنى عن الموال ده كله. فاحنا ربنا يستر، احنا اصلا ايه بندور على اي حاجة توفر مجهود وكمان ما توسخ لناش الفرن بتاعنا، عشان ما نقعدش يوم كامل ننضف في الفرن بتاع البوتاجاز. بعد ما حطيتها بقى بدأت ان انا اجهز بقى معايا هنا كزبرة وشبت وبقدونس. جبت الصينية كده على الرخامة عشان نعرف نتحكم في البواقي والحاجات اللي هي هتنزل من الخضار. اكيد انتوا عرفتوا دلوقتي احنا هنعمل ايه جنب البطاية بتاعتنا. جبت بقدونس، وبعد كده على الصينية كده بعمل كل الحاجات دي. عايزة اقدم لكم نصيحة، لو انتوا مثلا عندكم خضار او هتعملوه وهتوضبوه، تجيبوه كده وتقعدوا على كرسي او حاجة، عشان خاطر يعني احنا ممكن بنقف فترة طويلة في المطبخ فما بنحسش بنفسنا. ممكن نقعد مثلا ساعة ساعتين 3 4، ان الوقت ياخدنا جوه المطبخ ونفضل واقفين على رجلنا، وبعد كده طبعا بنتعب جدا جدا من كتر الوقفة. فنصيحتي ليكم عشان خاطر انا بعاني من الموضوع ده الصراحة، اي نعم بنبقى عايزين ننجز ومش عايزين نطلع بره المطبخ عشان الاولاد ما يعطلوناش، واللي عندها اطفال صغيرين اللي يخطف حاجة اللي يوقع حاجة. فيعني ممكن في عند النجارين كده بيعملوا كراسي حلوة عالية كده، بتبقى حلوة ممكن تقعدي عليها وتشتغلي، عشان طبعا احنا بنعاني دايما من رجلنا وظهرنا بسبب الوقفة الكتير في المطبخ. عملت طبعا الخضار وخرطته وغسلته. غسلته الاول وبعدين كده خرطته. انا كده الصلصه اتسبكت معايا وجهزت خلاص. لو تاخدوا بالكم انا حطيت هنا تقريبا كيلو من الرز، ومعايا ورق انا كنت مفرزاه من الكرنب. ده طبعا من الحاجات برضو اللي توفر معانا وقت.
ان انا مثلا يعني مثلا نويت اعمل محشي كرنب، بدل ما اجيب مثلا كرنبايه واحده لا اجيب اتنين. لو متوفر معايا اجيب تلاتة، ولو لقيت سعرها حلو يعني، وبالذات الكرنب في الشتاء بيبقى جميل ومسكر، وكمان بيبقى حلو يعني ما بيجلدش معاكي، وبيقعد فترة في الفريزر عندك تستعملي بقى في رمضان، في الصيف، في اي وقت تكوني عايزة تعملي محشي مثلا، وبسرعة بتطلعيه يا دوب يفك، بتبتدي تشتغلي فيه عادي، وما بيعملوش ما بيجرالوش اي حاجة. وطبعا احلى كرنب تفرزيه هو الكرنب بتاع الشتاء، اللي هو بيطلع في شهر واحد وشهر اتنين، ده بيبقى اجمل كرنب يتفرز في الفترة دي. طبعا تجيب الكرنباية اللي هي المتوسطة، عشان خاطر تلاقي الورق بتاعها يكون مسكر، وكمان ما يجلدش معاكي، ويعني ايه تعرفي تسلقيه بسرعة كده وتفرزيه، بيبقى طعمه جميل ومسكر ومحتفظ بطعمه. الحاجات دي طبعا بتنجز مع الواحد كتير. الصلصة طبعا اللي اتبقت انا شلتها، انا يعني فضيتها، انا مش حطيت كل الصلصة، يعني الصلصة انا خدت منها جزء حطيته على الرز، وحطيت عليه الخضار. طبعا الخضار انا بحطه وبطفي على النار على الرز، يعني بدي التقليبة للرز على النار لحد ما احس ان هو اتشرب كده الصلصة، وبعد كده بروح حاطة الخضار، عشان خاطر يفضل محتفظ بشكله وبطعمه، ويبقى حلو كده وليه طعم، مش بيبقى زي الخضار المطبوخ. اللي انا بوريه لكم ده كيس شوربه انا مجمداه، طبعا عشان خاطر استخدمه واسقي بيه المحشي، ونعمل كده اي حاجه تاني بشويه الشوربه الباقيين. سخنت الشوربه فكيتها على النار، طبعا دي برضو من الحاجات المنجزه. انت هاتي كده كيلو لحمه، واعملي كده زي سمير غانم كده ألف المسرحيه بتاع المتزوجون، نحط كده نملى الأوضة عليهم شوربة عشان طبعا اللحمة غالية. فأنا بعمل ايه باللحمة، مثلا باخد الشوربة بتاعتها جزء بستخدمه، والجزء التاني أنا بحطه في الفريزر، تصفيه وترميه كده في كيس في الفريزر بعد ما يبرد، بيبقى جميل جدا جدا، وبتعمليه في أي وقت بيبقى طعمها جميل، وما بيبقى جرالهاش أي حاجة. زي ما انتوا شايفين طبعا انا خلصت حلة المحشي وسقيتها بالشوربة بعد ما سخنتها طبعا، وحطيت عليها معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من الصلصة، عشان تبقى الكرنب كده طالع لونه كده حلو جميل واحمر كده وحلو. طبعا البطاطا زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في الفرن، ما كملتش ساعة ونص، كانت زي الزبدة ما شاء الله عليها، كانت طالعة تحفة تحفة تحفة. عايزة اقول لكم ان التجربة دي يعني بسطتني جدا، وكمان بسطت الاولاد جدا لان عجبهم طعم البط. كان اول مرة في حياتي بصراحة ندوق بط بالطعامة دي، كان دايب دوب كده، ما كانش مستحمل ايديا اصلا واحنا بنعمله. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط فيه السكينة جميل جدا. طبعا انا بعد ما استوت من وش من فوق كده، رحت قلبت الكيس زي ما هو بالناحية التانية، خدت وش من الناحيتين، من هنا ومن اتحمرت من ناحيتين، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله دايبة دوب كده وطعمها تحفة. جربوا بس الخلطة دي واعملوها بالكيس الحراري، فظيعة فظيعة فظيعة. يعني انا الصراحة اول مرة في حياتي يعني ناكل بط بالطعامة دي. ممكن طبعا برضو تستعملي الحاجات دي مع الفراخ. وزي ما انتوا شايفين منزله صوص بقى طعمه رهيب من الخلطه، وهي استوت مع نفسها كده. طبعا انا ما زودتهاش اي ميه، هي بتنزل السوائل منها فيها والخلطه كمان. وطبعا المحشي بتاعنا استوى، والشكل طبعا يعني مش قادرة اوصفه لكم، ما شاء الله يعني. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وألف هنا وشفا للي ياكل وللي كمان يتفرج على الفيديو. وأتمنى لكم كل خير وكل سعادة يا رب كده، ويرزقكم ويرزقنا بكل خير إن شاء الله بإذن الله. وما تنسنوش في الدعوة الحلوة دي أول حاجة. وكمان عملنا شوية ملوخية كده خضرة جميلة كده جنب الأكلة دي، وشوية لفت أنا مخللهم في البيت. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى ربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب كده إن شاء الله، وتكونوا بتستفيدوا من الفيديو بتاعي ولو بحاجة معلومة بسيطة. ومعلش أنا متأسفة إن الفيديو طول شوية، بس أنا بحب أشارككم يعني أي حاجة بعملها بقول يمكن حد يستفيد منها، تكون عروسة متجوزة مثلا وبتعمل حاجة وممكن تاخد مني فكرة أو حاجة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم.
اتمنى يكون فيديو النهارده وتجربتي النهارده مع الكيس الحراري تكون عجبتكم، وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واتمنى لكم كل خير يا رب كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.